السلام عليكم. اليوم غادي نشوفو 7 ديال المواد خطيرة كتاكلهم وانت ما عارفش، ممنوعين في اوروبا ومازالين كيدخلوا لبلادنا. تخيل معايا كتدخل الدار فرحان جايب الخبز العصير الكاشير، ولكن في الحقيقة كتدخل معاهم مواد كيقولوا عليهم العلماء مسرطنة ولا على الاقل خطيرة. هاد الفيديو ماشي باش نخوفك ولكن باش نفيقو كاملين. اليوم غادي نشوفو 7 ديال المواد ممنوعة في دول متقدمة ولكن باقي كتلقاها في الأسواق المغربية والعربية. أول مادة هي التارترازين. هاد المادة هي ملون أصفر كيستعملوه باش يعطي واحد اللون زاهي. فين كنلقاوه؟ في عصائر مصنعة أو بعض العصائر المصنعة بنكهات الفواكه، فلان، جيلي، سيريلاك. كيسبب الحساسية وفرط الحركة عند الأطفال وممنوع في بعض الدول الأوروبية. المكون الثاني أو المادة الثانية الأمارنت، هي ملون كيميائي أحمر. فين كتلقاه؟ في المصاصات، كريمة الحلوى، مربى الفرايز الصناعي. وهذه ممنوعة من السبعينات في أمريكا بسبب العلاقة ديالها بالسرطان والكبد والكلي. والمادة الثالثة أسبارتام. هاد المادة هي محلي صناعي كيستعملوه في منتوجات لايت. فين كتلقاه؟ في كولا لايت، بيبسي ماكس، اوربيت اكسترا، زبادي لايت، الساشيات ديال التحلية الصناعية. وكاين جدل عليه ومنظمة الصحة العالمية قالت ممكن يكون مسرطن بجرعات كبيرة. المادة الرابعة الجلوتامات، هذه واحد المادة كتزيد في المذاق وكتخلي الماكلة بنينة. فين كتلقاها؟ في الاندومي، ماجي، كنور، الشيبس، الصلصات الصناعية. وهذه كتسبب لبعض الناس صداع أو خمول ودارت واحد الجدل كبير عالميا. خامسا الدهون المهدرجة، هي دهون صناعية كتخلي المنتوجات كتبقى مدة طويلة. وفين كتلقاها؟ في المارغرين، البسكويت الرخيص، الكرواسون كيك الصناعي، البطاطس المجمدة، ومسؤولة على أمراض القلب وممنوعة في كندا في أوروبا ومازال كتدخل عندنا للمغرب. سادسا نترات الصوديوم، هاد المادة كتخلي اللحم المصنع محافظ على اللون ديالو. وفين كتلقى هاد المادة؟ بحال الكاشير، النقانق، اللانشون، اللحوم المعلبة. كتحول في الجسم المادة مسرطنة سميتها نيتروزامين. المادة السابعة برومات البوتاسيوم، هاد المادة كتخلي الخبز منفوخ وناعم بالزربة. فين كتلقاها؟ في الدقيق الأبيض الصناعي، الخبز الرخيص اللي منفوخ بزاف، والفينو وبعض الحلويات الصناعية. وهاد المادة هي اللي تكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. هاد المادة مصنفة كمادة مسرطنة محتملة وممنوعة في أوروبا وكندا. كل هاد المواد تدخل للبطون ديالنا بلا ما نوعى بها، والمشكل أن بزاف الناس ما عارفين والو. والمشكل أن بزاف الناس ما عارفين حتى شي حاجة على هاد المواد هادي. شارك الفيديو باش توصل التوعية وكتب لينا في التعليق شنو من هاد المواد اللي فاجأتك، واش نديرو شي فيديو على المنتوجات المغربية اللي فيهم هاد المكونات. وتذكر الوعي راه هو أول خطوة نحو الوقاية. وإلا عجبك الفيديوهات ديالنا ما تنساش بارطاجي مع الأصدقاء ديالك باش نحاربوا التفاهة بشي حاجة اللي تفيد المجتمع. السلام عليكم.